مرحبا، رجعت لكم اليوم من مطبخي، مطبخ هند. اليوم حبيت أصور دايركت. ليش؟ لأن هاي الأكلة صورتها مرتين وما ضبط التصوير، يا أما ناسي الكاميرا أدورها وتصور الحائط، يا أما الفيديو الكواليتي مالته مو زين، فمرتين أسوي هاي الأكلة وما تصورت وما نزلتها. اليوم قلت لا، راح أطلع مباشر حتى أضمن إنه أنا طالعة والأكلة طالعة وياي. طبختنا اليوم هي دجاج بالكريمة والكاري، على قولة الجهال الصغار يقولون مرقة بيضة. عندي صدر دجاج واحد مقطع مكعبات، كميتي قليلة اليوم، يعني هي مو قليلة بس مو مثل طبيعي. عندي فلفل أحمر وفلفل أصفر حسب اللي تحبوه، أخضر تبدون تضيفوه، هيلت اوكي. عندي بوتيتو واحدة مكعبات، جزر واحدة مكعبات، وبصل واحدة مكعبات كبار، وبروكولي هواية. زين. اوكي. كاري. هي بالكاري، احس الكاري هواية بيها. فلفل اسود شوي رشة، وملح. ليش نسميها كريمة بالكريمة؟ لأن عندنا كريمة الطبخ، أنا جايبة 5 ديسيلتر 2، وعندي كريم فريش اللي هي الكريمة الطازجة، هاي راح تدخل أيضا ونبتدي الشغل. خليت جدرية اللي تسع الخضروات كلها، خليت زيت طبعا. هسه من يحمى الزيت أو هو بلش يحمى، ايش راح أخليه؟ أول مرة راح أقلي صدر الدجاج بالبداية، فأخليه وأقليه بالزيت. طبعا بضل عندي الدجاج، هسه ايش راح اسوي؟ رشة فلفل اسود عليه. واو. وراح اضيف البطاطا والجزر لان ياخذون وقت حتى يستوون. بعد ما قليت الدجاج ويا الخضروات، البطاطا والجزر صار نص استوى يعني. هسه راح اضيف البصل، تشويحة خفيفة للبصل. هسه دور البروكولي حساس بسرعة يستوي، وأنا ما أريده ينمرض ولا أريده ينهرس بالطبخ، أريده يكون بشكله هو ويعني مستوي وما مستوي، نص استوى. بالإضافة إلى الفلفل أيضا راح أضيفه، لأن الفلفل ما يحتاج هواية مثل البروكولي، راح أضيفه. نقليه شوي دقيقتين. بعد ما قلبنا البروكولي والفلفل تقليبه سريعة، راح أنص النار على نص درجة حرارة الطباخ، صار بهذا الشكل. هسه راح أضيف الكريمة عليه، هاي كريمة الطبخ هسه ضفناها. أكلة جدا سريعة بسرعة تصير. وعندي الكريم فريش أو الكريمة الطازجة، هاي ايش قد عبوتها؟ 200 غرام، أضيفها كلها. وعندي رشة الملح، وعندي الكاري راح يكون كمية أكثر لأن هي دجاج بالكريمة والكاري، يعني يكون الطعم واضح جدا الكاري، بس مو مركز، لا. أخلط طبعا المزيج حتى الكريمة فريش تتمازج وتختلط ويا كريمة الطبخ وباقي الخضروات، وأيضا الكاري. ريحة الكاري طلعت تجنن ويا الخضروات. أكلتنا خلصت.
راح اخليها على النار فد دقيقتين 3 ماكس 4 دقائق على الطباخ. طبعا اغطي الجدر وبس تغلي غلوتين واطفيها. هاي طبختنا جهزت اليوم. هاي الطبخة ينوكل وياها تمن ابيض. انا اولادي يحبوا يسموهم التمن التايلندي اللي هو معجن، انه مو نثر او شلون راح اقولها والله ما ادري. المهم الحبايه مالته مو نثره، تكون معجنه شوي. يحبوه ويا هاي الاكله هوايه 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 يحبوه. اوكي، فراح اسوي لهم ياسمين ريس او تمن ياسمين اسمه، يكون سهل انه يتعجن. وهاي طبختنا خلصت، وعلينا وعليكم الف عافيه، ونشوفها بعدين بالفضل. وهاي مرقتنا البيضه او الدجاج بالكريمه والكاري كلش طيبه، وتقدرون تسووها نفسها بدون كاري، بس تخلون حليب جوز الهند ويا حليب جوز الهند كلش طيبه. نفس الطريقه بس بدون كاري، وما كان يكون حليب جوز الهند. وان شاء الله نشوفكم مره ثانيه من مطبخ هند.